السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الأسعار طبعا غالية جدا، فزهقنا من الأكل. النهاردة الجمعة فلازم نعمل أكل عشان إخواتي جايين، فقلنا بقى تغيير في الأكل. جبت بقى نص كيلو من الجمبري ونضفناه، والطريقة نزلتها لكم. وجبت كابوريا كيلو ونضفناه كويس، و2 كيلو من سمك التونة اهو، وجبنا 2 كيلو سمك بولتي. وهنشوف الوصفات والمقادير وكل حاجة بتتعمل ازاي، تابعونا. النهارده هنضف معاكم الروبيان الجمبري اهو. ده طريقته سهله جدا. بنجيب الفله وبسحبها من هنا كده، بسم الله. ده بيبقى كيس الرمل، لازم نسحبه بسم الله اهو. سهل جدا اهو. الكيس ده بيبقى مر ويكون طعمه وحش قوي في الاكل، فلازم نشيله. هعمل معاكم واحده كمان اهو، بسم الله. باجي كده من قبل الحرف اللي هي الدال، وبروح ايه سحباها بسم الله. ممكن الكيس الرملي يطلع معاكي ابيض، بس المهم ان هو بيبقى فيه كيس رملي اهو، شايفين؟ وتروحي سحباه. انا عرفتكم الكيس الرملي بيطلع ازاي بابسط طريقه. الراس بقى لازم تتنضف كويس، ودلوقتي اللي انا هوريها لكم الراس هنضفها ازاي. دول ما شاء الله انا نضفتهم وجهزتهم اهي. هنجيب واحده اهي، وبفتح حته صغيره من الراس، مش بفتحها كلها اهي. وبروح بصبعي كده وبروح شايله الدهون اللي فيها، اللي هي بتبقى بواقي اللي هي المصران والحاجات دي، عشان لازم تنضف كويس عشان ما تبقاش مره في الاكل اهي. المهم لازم تشيلي كل الصفار اللي فيها، تسحبيه بايدك، ودايما يكون فيه ميه، وده بيكون شكلها بتكون كده نضف. ارجع بقى الراس زي ما هي اهي. خلاص كده نضفنا الجمبري ورصيناه في الصينيه اللي هنعملها فيه. الصينيه دي صغيره يعني تاخد مقدار نص كيلو. وطلعنا الكيس الرملي ونضفنا الراس عشان ايه هنحطهم بالراس، مش هنعمل شوربه النهارده. هنضف بقى الكابوريا، شايفين شكلها عامل ازاي؟ والله بجد اول مره اجيبها وما اكلتهاش قبل كده. جميل. اهي شايفين شكلها؟ اول مره اكل. ابسط طريقه هننضف بيها الكابوريا علشان ما تبقاش زفره معاكي. بنجيب الظهر نطلع دي ملهاش لازمه خالص، اللي هي بتبقى عامله زي التمن. وبعد كده باجي من هنا وبفتح العلبه دي كده. بعد ما بفتحها بيكون فيها ايه، الحاجات دي بتبقى مش مستحبه. هننضفها، هنشيل بقى الايه الخياشيم اللي جوه وهنقفلها تاني اهي. مش لازم تفتحي الغطا قوي اهو، الخياشيم اللي هي دي. ولازم تكون الميه جنبك اول باول علشان تعرفي تنضفيها. شايفين اهي؟ هروح قافلاها بقى اهي، بتتقفل سهل جدا اهو. شايفين؟ ما خدتش وقت خالص. وبعد ما بخلصهم كلهم برجع اشطفها تاني، عشان الرمله اللي بتكون موجوده فيها بشوفها مره واثنين وثلاثه. بس بحاول على قد ما اقدر الرجول والحاجات ديت ما تتكسرش مني، لان بتدي طعم حلو قوي في لما بنيجي نعملها ونطبخها. اول حاجه هنعملها للكابوريا، هحط معلقتين من الزيت، معلقتين كبار. هحط مقدار بصلايه كبيره بسم الله. اول ما الزيت يسخن هحط رشه بسيطه من الملح، هفضل اقلب فيها لحد ما تدبل شويه. هحط معلقه من الثوم اول ما البصله تدبل ما شاء الله. اول ما ريحه الثوم تطلع هحط معلقتين من الفلفل الاصفر، معلقتين من الفلفل الاحمر، هحط معلقتين فلفل الاخضر، انزل بكوبايه من الطماطم بسم الله، يعني حبيتين من الطماطم مش كتير. هحط 3 معالق بس من الميه مش كتير. هحط نص معلقه من البابريكا ومعلقه من الكمون، معلقه صغيره. هعصر ليمونتين، هحط بقى الليمون بعد ما صفيته من البذور. هحط بقى كل المكونات دي، هحط كده ايه لكل واحده. هغطيها بقى واحطها على البوتاجاز ربع ساعه بس. ولما بتعرفوا ان هي استوت بتعرفوها من لونها، لونها بيتغير خالص. خلاص كده لونها اتغير وقعدت ربع ساعه على البوتاجاز واستوت اهي. بصراحه ريحتها جميله قوي. هنحضر بقى تتبيله الجمبري. هحط معلقتين من الزيت، معلقه كبيره من الثوم، بصلايه واحده صغيره مش كبيره. هحط معلقتين فلفل اخضر، معلقه كمون وبابريكا. هحط حبه صغيرين من الهريسه.
دول 3 حبات من الطماطم. هحط الملح حسب الاحتياج. كده بقى جاهز احطه على الجنب. خلاص كده هدخلها الفرن من غير ما اغطيها ولا اي حاجه، هتقعد ربع ساعه. قبل ما ادخلها الفرن هحط لها عصير ليمونه واحده بس. هحط معلقه كبيره من الثوم لتتبيله السمك، شويه من البقدونس، هحط معلقه كمون كبيره، معلقه صغيره من البابريك، هحط معلقه صغيره من الملح، هحط معلقتين من الفلفل الاحمر، هحط برده معلقتين من الفلفل الاصفر. كل انواع الفلفل حطيها، هنعمل تتبيله حلوه قوي. معلقه من الهريسه، كده احنا بنعمل تتبيله للسمك. هحط عصير ليمون. خلاص كده عملنا التتبيله. جبت سمك التونه فتحته نصين، وهحط في كل واحده حبه صغيره، واحط شويه على تتبيله السمك البلطي، قطعت كل واحده 2. خلاص عملنا السمك وتبلناه من نفس التتبيله اللي عملناها. السمك التونه فتحناه نصين وحطينا التتبيله، احط عليه زيت وادخله الفرن، وده هنقليه بس هسيبه يتنقع ساعه. هحط بقى معلقتين من الزيت مش كتير. غسلت حبيتين من البتنجان الرومي وهحطهم عشان هعمل جنب الاكل بابا غنوم. هنعمل بابا غنوم، هقشره واحطه في الكب، وهقول لكم هحط جواها ايه. هحط معلقه صغيره من الثوم، رشه بسيطه من الملح، معلقه صغيره هريسه، هحط ثوم، كمون، معلقه صغيره من الكمون، 3 معالق كبار من الطحينه. كده حطينا 3 معالق كبار. هعصر نص ليمونه، هحط علبه من الزبادي، معلقتين من الزيت، هطحنهم طحنه حلوه قوي في الكب. خلاص كده خلص بابا غنوم. خلاص كده خلصنا بابا غنوم، عملنا طبقين كبار. هنعمل الرز. احط حوالي 4 معالق كبار من الزيت، فرمت 3 بصلات كبار واحطهم وهتبلهم. هحط معلقه كبيره من الملح. خلاص كده البصله اتحمرت، هحط الرز. خلاص كده بعد ما حمرنا الرز البصل كده خد لون حلو، بحضر طبق فلفل كده مشكل وبروح حاطاه عليه، وهطش الرز واسيبه بقى. اول ما ياخد غلوتين اهدي عليه النار. بيكون طعمه في نفس الوقت بيكون شكله حلو قوي، والفلافل بتديله طعم. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم قوي. هحط بقى ميه. هنعمل بقى طحينه. حطيت ربع كوبايه من الطحينه ومعلقتين كبار من الخل، هقلبهم كويس لحد ما تفصل. وهجيب نص ليمونه، هحط لها نص الليمونه دي حته صغيره من الثوم، ربع معلقه صغيره. اول ما احط المكونات دي بتلاقيها تفصل وتبقى كتله. احط لها ميه سخنه بسم الله، مبدئيا نص كوبايه، افضل اقلب فيها شويه لحد ما تفك. ربع كوبايه بس من الميه. خلاص كده خلصنا السمك وطلعناه من الفرن. خلاص خلصنا الغدا، هنقعد نتغدى. شايفين بقى الاكل الجميل ده؟ انزلوا بقى اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ايه رايك في الاكل يا عم؟ خطير.